اليوم النهائي، اليوم أهم مباراة للفريق بالموسم. وأنا ليش قلت كذا؟ لأن وضع النادي مع التشتت ومرحلة الشك اللي يمر فيها وابتعاد النادي عن الألقاب لمدة سنة وتسع شهور والخروج الآسيوي وغيرها كثير من الظروف تحتاج لقب ينسي الفريق وجماهير اللي صار بالماضي ويزيد من ثقتهم ببعض. وأهم نقطة أنه بيشيل الضغوطات المتراكمة عن اللاعبين، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني أقدر أقول لك أنها ممكن تكون كلمة السر ضد النصر، أن الفريق بيلعب بذهن صافي بدون أي ضغوطات. أنا محقق لقب قبل 4 أيام، عرفت الفكرة؟ وفنيا المباراة ما راح تكون سهلة. نعم الخلود يفتقد أهم لاعبينه الريكي، لكن النهائيات ما فيها فايز محسوم، وشفنا كيف عانينا قدام الفيصلي بالسوبر وخسرنا قدام الفيحة. فالأهم بالنسبة لي هو استغلال الفرص بشكل مثالي. يعني أتمنى من 5 تسديدات نسجل 3 أو أقل شيء 2، وما نعطي الخلود ثقة أكبر، خصوصا مع مستوى كوزاني حارسهم العظيم واللي صد 3 أهداف محققة بالمباراة الأخيرة قدام الاتحاد. ومتفائل كثير أن الأسطورة بيعوضنا عن سوء مستواه الفترة الماضية وبيحسم النهائي والديربي بإذن الله. وطبعا بيكون في تيفو إن شاء الله واللي هو هذا، لكن للآن ما أكتمل. عموما أعطونا توقعاتكم ولا تنسون اللايك والمتابعة.